اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن حال. وصفتنا النهارده سهله وبسيطه وطعمها بجد لذيذ جدا، كلنا بنحبها صغيرين وكبار. وصفتنا النهارده هي دبابيس الفراخ بالبطاطس في الفرن بتتبيله مميزه جدا، هتخلي معانا الطعم لذيذ. كمان التتبيله دي ينفع ان احنا نستعملها في الفراخ الكامله والوراك، لو حابه تعملي صينيه وراك لوحدها او هتعملي فراخ كامله، فتتبيله تنفع معاكي لكل حاجه في الفراخ. تعالوا نعمل صينيه البطاطس او الدبابيس بالبطاطس في الفرن. في بوله او طبق يكون عميق شويه هنحط ربع كوبايه من زيت الزيتون او زيت نباتي لو مش عندك زيت زيتون، وهنضيف على الزيت كوبايه كبيره من الزبادي طبعا على حسب كميه الدبابيس، والتوابل بتاعتنا بصل وثوم باودر وكركم وزعتر وفلفل اسمر وملح وبابريكا وبهارات فراخ. تتبيله سهله جدا. هنضيف عليها كمان حوالي معلقه كبيره او معلقتين كبار من الكاتشب، لو مش عندك كاتشب ممكن تحطي معلقتين صلصه، هي صلصه الطعام. وهنضيف كمان حوالي معلقه كبيره من الصويا صوص. دي المكونات بتاعتنا سهله وبسيطه، هنخلطهم كويس قوي مع بعض، خلط كويس لحد ما يبقوا زي ما انتم شايفين كده. هنجيب الدبابيس بتاعتنا طبعا غسلينها كويس قوي بميه وملح وليمون ومصفينها برضو كويس قوي، وكمان عملت كده زي فتحات في الدبابيس علشان التتبيله تدخل للحم ويشرب من طعم التتبيله ويبقى طعمها حلو. هتبلها في التتبيله اللي احنا عملناها الحلوه دي، شايفين شكلها بجد رائع ومشهي ويفتح النفس. كمان بقى هنجيب الخضار، طبعا تقدري تعمليها كده لو انت عايزاها من غير خضار، لو عايزه خضار ضيفي الخضار اللي انت عايزاه. انا ضفت بطاطس متقطعه شرايح وبصل وطماطم، ولو عندك كمان فلفل او حابه تضيفي فلفل ممكن تحطي فلفل شرايح. برضو هنقلب الخضار بتاعنا في التتبيله الحلوه علشان يشرب من طعم التتبيله ويبقى طعمه في النهايه حلو واحنا بناكله. ونسيبها كده لمدة ساعتين 3 4، وبعدين هندخلها على فرن ساخن مسبقا على درجة 180 لحد ما تستوي. طبعا هغطيها بورق زبدة وورق فويل، وبعد ما تستوي بكشف ورق الزبدة وورق الفويل علشان الدبابيس بتاعتنا والخضار ياخدوا لون خفيف كده من الشواية، او لو عندك مروحة في الفرن بتوزع الحرارة كفاية قوي مروحة الفرن، مش لازم شواية. الخضار بتاعنا استوى والدبابيس استوت. عايز اقول لكم ريحتها بجد رائعة لذيذة جدا، طعمها بجد خطير. تتبيلة حلوة قوي، تقدروا زي ما انا قلت لكم في الاول تستعملوها لكل انواع الفراخ، بتدي طعم بجد لذيذ جدا. والزبادي بيطري معانا لحم الفراخ وانتوا بتاكلوا، حسوا ان الدبابيس او لو سواء عملتوا فراخ كاملة او وراك طرية ولذيذة وطعمها بجد جميل قوي. هتحبوها، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم على خير، مع السلامة.